بسم الله الرحمن الرحيم على كل اخواتي وحبايبي في البدايه. اعمل اشتراك للقناه واعمل اللايك وفعل الجرس. صلى على النبي في الكومنتات وادعي لاخواتنا. الحمد لله بالسلامه يا اهلي. الحمد لله بالسلامه يا اهلي فعلا. النادي الاهلي امبارح عمل مباراه امام نادي الزمالك، مباراه ما عملهاش طول الموسم. فوز النادي الاهلي على الزمالك 3-0 على رغم الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي كلاعيبه والاداء السيء اللي بيقدموه طول الموسم. امبارح استغربنا جدا من اداء لاعيبه النادي الاهلي، اداء رجولي، ربط بين اللعيبه. تعالوا بس في البدايه كده نتكلم على التشكيله اللي بدا بها ياس جروب، وان هو يحط كل لاعب في مكانه. وبدا بالتشكيله مصطفى شوبير، احمد نبيل كوكا، ياسين مرعي، هادي رياض، واحمد رمضان بيكهام، مروان عطيه، امام عاشور، طاهر محمد طاهر، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، وبن شرقي. دي التشكيله اللي بدا بيها امبارح ياس جروب. ياس جروب امبارح حط كل لاعب في مكانه، كل لاعب في مركزه. عشان كده امبارح شفت في في المباراه ربط بين لاعيبه النادي الاهلي، ربط بين وسط الملعب والخط الامامي، الهجوم، وسط الملعب والخط الدفاعي. كان في ربط امبارح بين اللعيبه، اداء رجولي جدا من لاعيبه النادي الاهلي. نتكلم على كل لاعب في البدايه. طبعا مصطفى شوبير في مباراه بيراميدز والاداء السيء اللي عمله امبارح بيقدم افضل مباراه ليه، تصدي كوره، هدف صحيح لنادي الزمالك، هدف محقق. كان هيجي صد الكوره يعني برجله. بصراحه يسلم مصطفى شوبير امبارح، اداء كويس جدا. صد ضربه جزاء من حسام عبد المجيد. احلى حاجه في مصطفى شوبير تمركزه وعينه على الكوره، بالذات في ضربات الجزاء. ما بيترددش. يعني حسام عبد المجيد قبل ما يشوط الكوره موت عشان يغلط مصطفى شوبير، لا، مصطفى شوبير فضل ثابت في مكانه لحد الكوره ما اتلعبت. صد الكوره امبارح، وكمان صد الكوره بشكل حلو جدا. يعني ما صدهاش في الوسط، لا، ده صد الكوره بالطرف عشان الكوره تروح بالطرف وايه وياخدها لاعب من لعيبه النادي الاهلي. وده اللي عمل مصطفى شوبير امبارح. بصراحه اداء جامد جدا من مصطفى شوبير. اثنين اللي في قلب الدفاع ياسر، هذا رياض وياسين مرعي. انا ما كنتش اتوقع منهم الاداء اللي عملوه امبارح، على الرغم من الاداء سيء جدا من ياسين مرعي طول الموسم، بالذات في مباراه بيراميدز، وكان بيغلط غلطات جدا كثيره جدا. وهذا رياض لاعب مبشر ولاعب عايز ياخد مباريات. ياسين مرعي برضو عمل اداء رجولي جدا امبارح، وكان في الدفاع وكان متمركز كويس، وكان عينه مع هذا رياض، وكان في بين هذا رياض وياسين مرعي تفاهم اللي ما كانش فيه غلطات كتيره. هادي رياض تسبب في ضربه جزاء من وجهه نظري مش ضربه جزاء. لاعب الزمالك هو اللي اصلا اترمى على لاعب النادي الاهلي، ما فيهاش ضربه جزاء، بس الحكم حسبها ضربه جزاء. انا بالنسبه لي قلت يا رب تتحسب يعني ضربه جزاء وتتصد عادي، بس يعني عشان ما حدش يطلع يتكلم بعد كده. نيجي لكوكا. كوكا قدم مباراه كويسه جدا بالنسبه للاداء الدفاعي والاداء المباراه، اذا كان شوط اول اذا كان شوط ثاني. كان طبعا كان متمركز في الشوط الاول قبل النادي الاهلي ما يهدف في الدفاع، وكان ملتزم دفاعيا جدا، وكان قافل على اخوان بزيره، وكان قافل على عبد الله السعيد. كان بيتحرك معاهم بشكل كويس جدا. لما الاهلي جاب الهدف بدا ان هو يتحرك ويميل للخط الهجومي. اداء كويس جدا. احمد رمضان بيكهام برضه، يعني دي من افضل المباريات اللي قدمها احمد رمضان بيكهام من ساعه ما جه النادي الاهلي. برضه كويس في الباك اليمين. وانا قلت ان هو يبدا باحمد عيد، ما توقعتش ان هو يبدا ببيكهام، بس هو بدا ببيكهام. يعني احمد عيد ما بداش بيه، بس كويس ان هو بدا باحمد رمضان بيكهام. وسط الملعب مروان عطيه اسطوره فعلا، الميزان بتاع نص النادي الاهلي. مروان عطيه ده ميزان النادي الاهلي فعلا. لاعب بصراحه متمركز في وسط الملعب، بيقطع التحام، مش فارق معاه. لاعب حتى الباصات بتاعته كلها باصات صح. لاعب ممتاز جدا. امام عاشور فوق، بدا يفوق امام عاشور طبعا بعد المباراه بتاع بيراميدز اللي هو قعد دكه وكان زعلان. اي لاعب بيقعد دكه بيزعل، بس انت قبل ما تطلع من او بعد ما تطلع من المباراه ركز، شوف انا اخطات فين، انا ليه قاعد دكه. انا مثلا نزلت بديل النهارده، لا انا اكيد عملت خطا، اكيد انا ما كنتش كويس، اكيد المدرب شايف ان انا مش كويس. فانت ما تزعلش ان انت تقعد دكه.
انت طالما قعدت دكه يبقى انت ما كنتش كويس في المباراه، بالذات المباراه اللي هي قبل بيراميدز. طاهر محمد طاهر بيقدم افضل مباراه ليه في الموسم. سيبك بقى من مباراه اسماعيل والهدف اللي جابه، لا امبارح طاهر محمد طاهر بيقدم افضل مباراه ليه. بيقدم افضل مباراه ازاي؟ طاهر محمد طاهر كان ملتزم دفاعيا جدا، وكان ملتزم هجوميا، وكان في ربط بينه وبين حسين الشحات. كان مركز في المباراه، ما كانش قلقان. النادي الاهلي ساب الاستحواذ لنادي الزمالك، بس كان كويس وكان مغطي بطريقه كويسه جدا، بالذات على شيكو بنزا لما نزل بديل. ما كانش عارف يتحرك. يعني شيكو بنزا عنده سرعات، هو طاهر محمد طاهر كان مغطي عليه بطريقه رهيبه. بصراحه طاهر امبارح اداء ممتاز جدا. ويا ريت اللعيبه، انت لاعب بتلعب ماتش كويس خليك ثابت، ما تتغيرش، يعني ما تفضلش بقى متغير وتلعب ماتش كويس و10 لا. لا. نيجي لتريزيجيه. تريزيجيه ما كانش في فورمته، مش ده تريزيجيه اللي احنا متعودين عليه، كان متشلج. انا بتكلم على تريزيجيه اللي بيلعب بروحه، لا هو كان بيلعب بروحه بس كان حاسس ان هو متاثر، حاسس ان هو متضايق، كان متكتف في المباراه. الكره بتيجي في رجله، هو عايز يعدي واحد واثنين ويلعب الارض بتاعته. لا، العب كره جماعيه. لو لعبت كره جماعيه هتستفاد اكتر وهتلعب اكتر. نيجي لمين؟ لحسين الشحات. نينجا، نينجا النادي الاهلي، دايما يحط على نادي الزمالك في اي مباراه. النادي الزمالك بتلاقيه طول الموسم مش فايق، بس يجي في مباراه الزمالك دي مش عارف ايه. دايما سيناريو حسين الشحات مع نادي الزمالك بيتكرر في كل موسم وفي كل مباراه. ان انت تلاقي حسين الشحات بالمستوى ده، بصراحه لاعب مؤثر. لاعب لما بينزل ولما بيلعب ولما بيشارك بتحس بوجوده في الملعب. مش اللاعيبه مثلا اللي ما بتحسش بوجودها زي الفتره الاخيره مثلا. يعني احمد سيد زيزو برضه ما كنتش بتحس بوجوده. لا، لاعب مؤثر جدا ولاعب كياد بمعنى صح، من اللعيبه اللي هي كياده. ده بالنسبه لمين؟ حسين الشحات، وجاب هدف امبارح. اللي عجبني في هدف حسين الشحات بقى، الكرة لما بصيت له من بن شرقي، طبعا طلع المهدي سليمان. اي لاعب تاني هيشوطها، لا هو حسين الشحات فضل صابر راح لعبها له من فوق. مين؟ المهدي سليمان. لما المهدي سليمان فرش نفسه في الارض، ما قداموش حل ان هو يلعبها له، وركز ولعبها له. وما لعبهاش لوب بطريقه ضعيفه، لا لعبها لوب اللي هي بسرعه، ان هي تدخل الهدف قبل ما دفاع النادي الزمالك يغطي على في الجول مثلا ويطلعها. لا، ده هو لعبها لوب بطريقه تمركز وهدوء، وكان اداء هادي جدا من حسين الشحات. اشرف بن شرقي، اشرف بن قلبي بس بس نفس السيناريو، سيناريو اشرف بن شرقي مع نادي الزمالك في كل مباراه. دايما مع نادي الزمالك في كل مباراه. اشرف بن شرقي ما كانش يهدف ويجيب هدف في نادي الزمالك ما يحصلش. سيناريو اشرف بن شرقي بصراحه رجل المباراه، يستاهل ان هو ياخد رجل المباراه. جاب هدفين. اول هدف يعني رأسية ولا أروع، طالع بهدوء، طالع مركز أنا هوجه الكرة فين. طبعا بعد الأسيست اللي لعبه طاهر محمد طاهر، وهو هدف ممتاز جدا. مش مستعجل، هو جاي من ورا هدف، هو عارف هيوجه الكرة فين. بصراحة أشرف بن شرقي رجل المباراة. والهدف الثاني اللي كان ممتاز جدا، يعني أنت إمام عاشور لعب لك الكورة، أي لاعب تاني هيروح يلعبها فين؟ يلعبها ارتو من فوق الحارس، وده اللي توقعه المهدي سليمان برضه، ان هو يلعبها ارتو. فالمهدي سليمان اترمى لفوق، وهو اصلا لعبها من تحت المهدي سليمان. وده تركيز وحاجه كويسه. ولمسات اشرف بن شرقي، واشرف بن شرقي لما بيلعب باك شمال مكان تريزيجيه بتاخد منه افضل كوره، على الرغم انه كان بيلعب مهاجم صريح امبارح. والحاجه اللي عملها يا اسطى هو الخط الامامي، نزول طاهر ونزول حسين الشحات ونزول تريزيجيه، الثلاثه او الاربعه في الخط الامامي، الثلاثه بيلعبوا في نفس المركز في مراكز مختلفه. يعني حسين الشحات بيلعب هاف يمين وهاف شمال، طاهر محمد طاهر بيلعب هاف يمين وهاف شمال، بن شرقي نفس الكلام هاف يمين وهاف شمال، ممكن يلعب هجوم. ده عمل دربكه لمعتمد جمال مدرب نادي الزمالك، ان هو مش عارف مين هيلعب هجوم مين هيلعب دفاع. حاله من الربط بين الاربع لعيبه في الخط الامامي، كان اداء ممتاز جدا. بن شرقي بصراحه راجل امبارح، واداء رجولي جدا من لاعيبه النادي الاهلي. الحمد لله بالسلامه. قدامنا مباراتين نفوزهم، فزنا المباراتين اللي جايين
ملناش دعوه بقى الزمالك يقع بيراميدز يقع، احنا نفوز. احنا كده كده بالنسبه لنا الدوري بنسبه كبيره مش هيكون في النادي الاهلي، لان بيراميدز فايق وبيراميدز مش هيسيب الدوري. الزمالك لما بيقع المباراه بيبقى صعب ان هو يقوم تاني، بالذات لما يتغلب نتيجه 3-0 من النادي الاهلي، بتبقى صعبه شويه ان هو يفوق تاني الماتشات اللي جايه. بس احنا ما علينا ان احنا نعمل اللي علينا ونفوز بالمباريات ونركز في المباريات وملناش دعوه باي انديه ثانيه. ده بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، اداء رجولي جدا. الف مبروك لرجاله النادي الاهلي اللي عملوا مباراه كويسه جدا، عمل اداء رجولي. ياس طروب اول مره اشوفه من ساعه ما جه النادي الاهلي ان هو بيتعصب على الخط وبيحمس اللعيبه وبيتعصب على الحاجه. اداؤه امبارح كان رؤيته للمباراه كانت كويسه. عرف ان هو يدير المباراه بشكل كويس، ساب اللي خلى اللعيبه سابت الكره لعيبه نادي الزمالك. انتوا عايزين الكره خدوا الكره، هي المباراه اهداف، وده اللي عمله النادي الاهلي وياس طروب امبارح. طبعا نزل مين؟ خرج بن شرقي ونزل مروان عثمان، وخرج طاهر محمد طاهر ونزل بن رمضان، وخرج بيكهام ونزل احمد عيد، وخرج تريزيجيه ونزل زيزو، وخرج مين تاني؟ خرج حسين الشحات ونزل ديانج. دي طبعا التبديلات. ديانج طبعا يعني التبديلات ما فادتنيش قوي، لان طبعا بعد التبديلات دي اللعيبه كانت بتتمشى عادي، كان الكوره عايزين يضيعوا الوقت، هم كده كده فايزين 3-0، عايزين يضيعوا وقت عشان خاطر المباراه. نيجي بقى لحته كده كلاحق جمهور النادي الاهلي. ازاي كلاحق جمهور النادي الاهلي؟ تعالوا مع بعض نسمع كلاحق جمهور النادي الاهلي وبعد كده كلاحق جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي تقول لي كلاحق جمهور، كلاحق جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي امبارح فاز 3-0. جمهور الزمالك هدي ما سمعش اي حاجه، ما كانش بيهتف. جمهور الاهلي كان بيهتف نادي الزمالك العب يا زمالك، وكان بيهتف هتافات نادي او بيهتف هتافات جمهور نادي الزمالك. عشان تعرف كلاحق جمهور النادي الاهلي ان انت فريق فايز 3-0 بتبص معظم جمهور نادي الزمالك مشي ساب المباراه، جمهور ساكت. النادي الاهلي ليه الزمالك ما بيلعبش؟ اداؤه مش كويس، الجمهور شايف ان اداء نادي الزمالك مش كويس، قعد يهتف العب يا زمالك العب يا زمالك. دي كلاحة جمهور النادي الاهلي. نيجي بقى لتقييم لعيبه النادي الاهلي. تقييم لعيبه النادي الاهلي من وجهه نظري: مصطفى شوبير 9/10، اداء رجولي امبارح، صد ضربه جزاء وانقذ هدف. احمد نبيل كوكا 7، ياسين مرعي 8، هادي رياض 8، احمد رمضان بيكهام من المباريات الكويسه اللي لعبها 6/10. الميزان مروان عطيه، ميزان في وسط الملعب بصراحه اداء رجولي جدا من مروان عطيه 9/10. امام عاشور 7. طاهر محمد طاهر من افضل المباريات اللي لعبها، كان بيغطي دفاعيا كويس، كان برضه مغطي بيلعب هجوميا مع حسين الشحات، وكان في تفاهم بينه وبين حسين الشحات واحمد رمضان بيكهام، كان ممتاز امبارح 8/10. محمود حسن تريزيجيه من المباريات القليله جدا، مستواه امبارح ما كانش كويس من وجهه نظري 5/10. حسين الشحات 9/10، اداؤه امبارح كان كويس جدا وجاب هدف، كان لاعب راجل. بن شرقي او بن قلبي 10/10، 20/10. بن شرقي لاعب رجولي جدا، جاب هدفين. دايما سيناريو نادي الزمالك يحط على نادي الزمالك حاجه غريبه جدا من بن شرقي، دايما يحط على لعيبه نادي الزمالك 10/10. 10 بن شرقي ورجل المباراه. التبديلات: مروان عثمان ما فادنيش، واحد. بن رمضان مش عارف هترجع امتى نسخه الترجي ونسخه كاس العالم، واحد ما استفدتش منه. احمد عيد واحد. زيزو برضه كان نازل بيتمشى، كان تمرينات بسيطه جدا زيزو، ونزل في وقت قليل جدا، واحد على ان هو شارك في المباراه. ديانج بالنسبه له ديانج 3. ده تقييم ليه لاعيبه النادي الاهلي. طيب تقييم الياس طروب لادائه للمباراه 7/10، لان هو التشكيل نزل بالتشكيله الصح، حط كل لاعب مكانه، شاف المباراه، دار المباراه بشكل كويس. ده تقييم الياس طروب. اهم حاجه اعمل اشتراك للقناه وفعل الجرس واللايك عشان الفيديو يوصل لكل الناس، واستنونا في فيديو جديد.